كنيستنا دي قصة أجيال أبطالها كانوا أبطال. بنعمة ربنا في قناة ديجوري هنتكلم عن تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. أول بطرك في كنيستنا القبطية هو القديس ماري مرقس الرسول. ماري مرقس الرسول من أب وأم يهوديين عالمين بالناموس والكتب المقدسة، كانوا أغنياء جدا. بابا اسمه أرسطبولس، بنت عمه تبقى زوجة سمعان بطرس، مامته اسمها مريم أخت برنابا الرسول. عيلته كانوا عايشين في القيروان، وماري مرقس اتولد في القيروان، ولكن في جماعات متبربرة هجموا عليهم وعلى المنطقة هناك، فاضطروا ان هم يسيبوا القيروان ويروحوا يسكنوا في فلسطين بالقرب من مدينة أورشليم في عهد أغسطس قيصر. مش معروف تاريخ ميلاده بالتحديد، ولكن من خلال الحوادث الكتابية نعرف ان ماري مرقس اتولد بعد ميلاد السيد المسيح بالجسد ببضع سنوات قليلة، علشان وقت صلب السيد المسيح كان ماري مرقس شاب. ماري مرقس اسمه يوحنا، وده اسم عبري معناه حنان الله، ولقبه مرقس ومعناه مطرقة بالروماني. ماري مرقس اتعلم في سن مبكر الناموس وتعلم لغات كتير زي العبري واليوناني واللاتيني. في يوم من الأيام ماري مرقس وباباه كانوا رايحين الأردن، فقابلهم في الطريق أسد ولبوقة، كانوا باين عليهم إنهم مفترسين وجعانين وعايزين ياكلوهم. فوالد ماري مرقس قال له: يا ابني امشي انت اجري وسيبهم ياكلوني. فراح بكل هدوء ماري مرقس قال له: ما تقلقش يا والدي، المسيح اللي انا مؤمن بيه هينجينا من كل شر. وفعلا اول من الاسد واللبوقة قربوا منهم، ماري مرقس وقفهم وصلى وقال: باسم يسوع المسيح الذي انا اعبده تموتوا وما يكونش ليكم نسل تاني. وفعلا الاسد واللبوقة انشقوا وماتوا، فعلا ما بقاش ليهم نسل تاني. ومن ساعتها بابا أرسطبولس قال لابن مرقس: أنا آمنت بالإله اللي أنت بتؤمن بيه يا مرقس ابني. بعدها بكام سنة بابا يتوفى وينتقل، فيعيش هو ومامته مع بعض. تكون مامته واحدة من المريمات اللي خدموا الرب يسوع. ماري مرقس بشر في مناطق كتير جدا، منهم مصر وسوريا ولبنان وروما وشمال أفريقيا والمدن الغربية الخمسة في ليبيا. ماري مرقس وهو داخل يبشر في مصر، الحذاء اللي هو كان لابسه اتقطع، ويدور على حد يصلحه، فقابل واحد اسمه إنيانوس الإسكافي، اداله الحذاء علشان يصلحه. إنيانوس وهو بيصلح الحذاء المخراز دخل في صباعه، فصرخ وقال: يا الله الواحد. فالكلمة استغلها ماري مرقس وقال له: انت تعرف الاله الواحد؟ قال له: لا، بس انا بدعي بقول يا الله الواحد. صرخت وقلت يا الله الواحد. ماري مرقس اخذ تراب وتفله من الارض وحطه على صباع انيانوس الاسكافي وشفاه. انيانوس طلب منه ان هو يحكي له عن الله الواحد، وعزمه في البيت وحكى لهم عن ربنا. وفعلا عمد انيانوس وكل اهل بيته. ولما زاد عدد المسيحيين في مصر رسم انيانوس اسقف و3 قصوص و7 شمامسة. طبعا عدد المسيحيين كان بيزيد يوم عن يوم، وكان في ناس كتير قوي بتسيب عبادة الأوثان ويروحوا للمسيحية. طبعا كتير من القادة الوثنيين كانوا متغاظين بسبب ان عدد كبير من الوثنيين أصبح مسيحي، فاتغاظوا جدا. في يوم 29 برمودا سنة 68 في عيد الفصح، وبالصدفة كان موافق عيد الإله سرابيس عند الوثنيين، كان ماري مرقس في الكنيسة القداس الإلهي. أخدوه من الكنيسة وجروه في الحصنة ولفوا بيه شوارع اسكندرية لدرجة إن لحمه طلع، وده مثال في كل شوارع اسكندرية. وكانوا بيقولوا: جروا التنين في دار البقرة. وبالليل سجنوا ماري مرقس، وظهر له ملاك بالليل في السجن شدده وقواه، وبعدها ظهر له السيد المسيح شدده وقواه. وماري مرقس مرضاش ينام ولا يستريح لحد ما ينال إكليل الشهادة. وفعلا تاني يوم 30 برمودا سنة 68 جروا ماري مرقس في شوارع اسكندرية، وفعلا دمه كان سايل في كل اسكندرية لحد ما ماري مرقس استشهد. الوثنيين ما اكتفوش بكده وبس، ولكنهم كانوا كمان عايزين يحرقوا جسده، ولكن ربنا ما سمحش بده، وحصلت عاصفة شديدة جدا وأمطار غزيرة في كل المنطقة، ومعرفوش يحرقوا جسد ماري مرقس. ماري مرقس واحد من 70 رسول، أنشأ أول مدرسة لاهوتية في العالم، كتب إنجيل ماري مرقس، كتب أول قداس المعروف في القداس الكورولوسي. جسد ماري مرقس كان مسروق في فينيسيا سنة 1968. طالب البابا كورولوس السادس بابا روما إن هو يرجع الجسد، وفعلا رجعت رفات ماري مرقس تاني لأرض مصر. أيقونة ماري مرقس
بيترسم بجواره أسد، ده لأن بداية إنجيله مكتوب صوت صارخ في البرية، وكمان علشان المعجزة اللي عملها قدام والدته لما هجم عليه الأسد واللبوقة. وكمان اتفق آباء الكنيسة أن الأربع مخلوقات الغير متجسدة المذكورة في سفر الرؤيا منهم الأسد بيرمزوا للأربع أناجيل، ومنهم الأسد ده بيرمز للقديس ماري مرقس الرسول. ماري مرقس خدم كتير جدا وبشر في مناطق كتير جدا، سواء مع بولس أو برنابا في الرحلة التبشيرية الأولى، ولكن في الرحلة التبشيرية الثانية ما كانش معاهم. وبعدها تمر السنين وبولس يقول على القديس مرقس إنه نافع ليه للخدمة. كلنا مديونين لماري مرقس إنه خلانا نعرف الإيمان المسيحي. وكده بنكون خلصنا حلقة النهاردة. بركة شفاعة القديس ماري مرقس تكون معنا، آمين.